تخيل معاه كده جسم واحد ميت بقاله أكتر من 3000 سنة، بس لسه موجود لحد النهاردة. شكله باين، جلده باين، وشه كأنه لسه نايم، يعني لو شفته تقول ده مات امبارح. تفتكر ده سحر ولا علم ولا يمكن حاجة تانية خالص محدش عارفها؟ اللي بنتكلم عنه ده مش فيلم رعب، دي حقيقة حصلت من آلاف السنين. الفراعنة عرفوا إزاي يخلوا الجسم يفضل محافظ على نفسه بعد الموت، مش يوم ولا 2، دي آلاف السنين. العملية دي اسمها التحنيط، سر من أسرار الفراعنة، سر لسه بيحير العلماء لحد النهاردة. في الفيديو ده هنغوص مع بعض في عالم غامض، وهنفتح باب مقبرة عمرها آلاف السنين علشان نكشف سوا ليه كانوا بيحنطوا، وإزاي كانوا بيعملوا كده، وإيه الحاجات العجيبة اللي كانوا بيستخدموها. هل التحنيط كان مجرد طريقة لحفظ الجسم، ولا طقس ديني، ولا علم سابق عصره بآلاف السنين؟ لو بتحب الأسرار والغموض والحضارات القديمة يبقى دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان الرحلة اللي جاية غامضة ومليانة مفاجآت. ويلا بينا نبدأ ونكشف سر التحنيط. طيب، خلينا نبدأ من الأول. يعني إيه أصلاً تحنيط؟ التحنيط ببساطة هو طريقة كانوا بيعملوها زمان علشان يحافظوا على جسم الميت من إنه يتحلل أو يتفكك. يعني بدل ما الجثة تبوظ أو تختفي بعد أيام أو شهور، كانوا بيخلوها تفضل زي ما هي، ساعات بالشكل وساعات بكل حاجة تقريباً. بس مش موضوع حفظ وخلاص، لأ، الموضوع كان أعمق من كده بكتير. الفراعنة كانوا مؤمنين بحاجة اسمها الحياة بعد الموت. يعني الشخص لما يموت مش بيموت للأبد، لأ، هو بيدخل مرحلة تانية من الحياة، حياة روحه فيها بترجع لجسمه تاني وبيكمل رحلته في العالم الآخر. وعلشان الروح ترجع للجسم، الجسم لازم يفضل موجود وسليم، ما ينفعش يبقى متآكل ولا متحلل، لازم يبقى محفوظ ومحمي زي ما هو. وعلشان كده التحنيط كان حاجة مقدسة عندهم، مش بس علم ولا تجربة، ده كان طقس ديني مهم جداً، كانوا بيشوفوه جزء من العقيدة بتاعتهم. اللي بيحنط مش أي حد، اللي بيحنط ده كاهن، شخص لابس لبس خاص وعنده طقوس لازم يمشي بيها خطوة خطوة، لدرجة إنهم كانوا بيقروا تعاويذ أثناء التحنيط، كأنهم بيكلموا الآلهة ويطلبوا منها تحمي الجثة. يعني الجثة دي مش جثة عادية، دي جسد مقدس هيصحى من تاني في لحظة ما، وعلشان اللحظة دي تيجي لازم يكون الجسد ده جاهز ومستعد. وده اللي هنشوفه مع بعض في الأجزاء اللي جاية، خطوات التحنيط وأدق التفاصيل اللي كانوا بيعملوها، وكمان الأدوات والمواد الغريبة اللي استخدموها. كل ده كان بيخدم هدف واحد، إن الجثة تفضل زي ما هي لحد ما الروح ترجع لها. دلوقتي بقى السؤال اللي لازم نسأله، ليه الفراعنة كانوا بيحنطوا أصلاً؟ يعني إيه اللي يخليهم يتعبوا نفسهم في عملية يا طويلة يا ومعقدة يا بالشكل ده؟ يغسلوا الجثة ويفتحوها ويطلعوا منها أعضاء ويحطوها في أواني ويجففوها ويلفوها، كل ده ليه؟ السبب ببساطة إنهم كانوا مؤمنين إن الموت مش هو النهاية. الفراعنة كانوا شايفين إن الموت مجرد بداية جديدة لحياة تانية، حياة اسمها العالم الآخر. كان عندهم عقيدة بتقول إن الإنسان بيتكون من كذا حاجة، مش بس الجسم، فيه الروح وفيه البا وفيه الكا، وكل واحدة ليها دور مختلف. الروح كانت لازم تخرج بعد الموت وتلف شوية، بس بعد كده بترجع للجسد تاني علشان يكمل رحلته في الحياة التانية. بس في حاجة هنا بقى، الروح مش هترجع لأي جسد وخلاص، لازم الجسد يكون سليم ومحفوظ ومتعامل معاها باحترام. ولو الجسد اتلف، الروح مش هتعرف ترجع له، وساعتها الشخص مش هيكمل الرحلة وهيروح في طي النسيان. وده بالنسبة لهم كان أسوأ من الموت. عشان كده عملية التحنيط
كانت بالنسبة للفراعنة مقدسة جداً. كانوا بيشوفوها مش بس واجب ديني، لا، ده كان المفتاح الأبدي للحياة بعد الموت. كل خطوة في التحنيط كانت لها معنى، وكانوا بيعملوها بدقة شديدة، ومش أي حد كان يلمس الجثة. لازم اللي يشتغل في الموضوع ده يكون كاهن وبيعمل طقوس وتعويذ وبيقول كلمات معينة وهو شغال، زي ما يكون بيحضر الجثة للسفر، بس مش سفر بالعربية، سفر للعالم الآخر. يعني من الآخر التحنيط بالنسبة لهم ما كانش رفاهية ولا عادة ولا حتى تقليد، ده كان بوابة الخلود. أول حاجة بيغسلوا الجثة بمية النيل، بعد كده بيشيلوا المخ من المناخير باستخدام أداة معدنية طويلة، بعدين بيشيلوا الأعضاء الداخلية ويحطوها في حاجة اسمها الأواني الكانوبية. الجسم بيتغلف بحاجة اسمها النطرون، ملح طبيعي، وبيفضل كده لمدة 40 يوم علشان ينشف. بعدها بيتحط زيوت ومواد عطرية ويتلف في لفائف من الكتان، وفي الآخر يتحط في التابوت ومعاه التعاويذ والأدوات اللي هيحتاجها في العالم الآخر. السؤال اللي بيحير العلماء لحد النهاردة، إزاي ناس من آلاف السنين عرفوا أسرار التشريح دي؟ إزاي قدروا يحافظوا على الجثة من غير ما يكون عندهم مواد كيميائية حديثة؟ البعض بيقول إن الكهنة عندهم تجارب وخبرة متوارثة، والبعض بيعتقد إن في أسرار لسه ما اتكشفتش لحد النهاردة. أدوات من حجر أو برونز لفتح الجثة، ملاقط وأمواس صغيرة، أواني الكانوبية لحفظ الأعضاء، النطرون، لفائف كتان، مواد عطرية، زيوت، بخور وصمغ. اللي يدهشك إن كل حاجة كانت معمولة بإيدهم بحرفية عالية جداً. الناس فاكرة إن التحنيط كان بس للملوك، لكن الحقيقة لا، الكهنة، الأغنياء، وبعض الحيوانات كمان. والله القطط، التماسيح، حتى القردة كانوا بيتحنطوا علشان كانوا شايفين إن الحيوانات دي مقدسة ومرتبطة بالآلهة. رغم كل الدراسات لسه في حاجات مش مفهومة، زي بعض الزيوت اللي كانوا بيستخدموها ولسه العلماء مش قادرين يعرفوا تركيبتها، وبعض الجثث متحنطة بشكل بيخلي العلماء مذهولين من الدقة. يعني العلم الحديث لسه بيحاول يقلدهم. في آخر الرحلة دي لازم نقف لحظة ونسأل نفسنا، هل التحنيط كان مجرد شطارة في الطب والتشريح؟ ولا كان علم سابق عصره؟ ولا كان إيمان كبير بالحياة بعد الموت؟ الحقيقة إن التحنيط عند الفراعنة كان مزيج غريب بين كل ده. علم، طقوس دينية طبعاً، بس كمان كان رسالة بتقول إحنا مش بنخاف من الموت، إحنا مستعدين له. كانوا بيحضروا الجثة كأنهم بيحضروها لرحلة طويلة، وبيخلوا كل تفصيلة محسوبة، من اللفافات للأدعية للأدوات اللي بتحط جوه التابوت. كل ده علشان الروح لما ترجع تلاقي الجسد مستنيها سليم وجاهز وقوي. واللي يخلينا نقف مذهولين إن لحد النهاردة بعد آلاف السنين العلماء لسه مش قادرين يقلدوا تحنيطهم بنسبة 100%. في مومياوات اتحفظت بشكل عبقري يخليك تقول إزاي كانوا عارفين كل ده وإحنا بإمكانياتنا دي مش قادرين نوصلهم؟ السر الحقيقي يمكن ما كانش في المواد اللي استخدموها ولا في الخطوات اللي عملوها، السر كان في إيمانهم وإصرارهم على الخلود. وعلشان كده التحنيط مش بس علم، التحنيط كان انتصار على الزمن، انتصار على النسيان، وانتصار على الموت نفسه. لو عجبتك الرحلة دي ما تبخلش علينا بلايك واشتراك، علشان كل فيديو هنفتح تابوت جديد ونكشف سر أعمق.